انتقل إلى رحمة الله الفنان الكبير صلاح السعدني، ودي الجنازة بتاعته زي ما انتم شايفين، وحصل فيها بعض المواقف زي انفعال ابن أحمد السعدني على بعض المصورين. هسيبكم تشوفوا بعض اللقطات لجنازة صلاح السعدني وهنكمل الفيديو. ودلوقتي احنا هنتكلم عن حياة صلاح السعدني من الأول. اسمه الحقيقي صلاح الدين إبراهيم عثمان السعدني، عيلته من أصول ريفية، واتولد في محافظة المنوفية، واتولد سنة 1943. أخوه الأكبر منه في السن يبقى الكاتب الكبير محمود السعدني، وأثر عليه في حياته وأخد منه بعض الصفات. صلاح السعدني كان بيحب التمثيل من صغره، من وقت ما كان في مدرسة السعدية الثانوية، بس كمل تعليمه ودخل كلية الزراعة بعد الثانوية. بس في نفس الوقت كان مصر إن هو مش هيشتغل أي حاجة غير إن هو يمثل من كتر حبه في التمثيل. وأصحابه اللي اتعرف عليهم في الكلية سعيد صالح وعادل إمام، وتشجع هو وعادل إمام ودخلوا مسرح الجامعة وقتها، ومن هنا كان أول مرة يقف صلاح السعدني على مسرح. أخوه الكبير كان دايما بياخده في الأماكن اللي كان بيقعد فيها المثقفين عشان يكتسب خبرة أكبر. قوة تريد للبشرية أن تظل في معاناتها ومكابدتها للأبد، ولكن لا ثم لا ليست البشرية بهذه البلاهة أو البساطة بهذه البلاهة. واتجوز صلاح السعدني من واحدة بره الوسط الفني، وخلف منها أحمد السعدني وأخته اسمها ميريت تقريبا. وفي سنة 1960 كان أول مرة يشارك صلاح السعدني في مسلسل اسمه الرحلة، بس المسلسل ده محققش النجاح اللي كان في بال صلاح السعدني، وده خلاه إن هو يبعد شوية عن التمثيل بالرغم من إن ده كان أول مرة. وبعد 4 سنين تقريبا في سنة 1964 المخرج نور الدمرداش جابه عشان يشارك في مسلسل الضحية، ورجع من تاني. وفي الفترة دي عمل أكتر من حاجة، عمل مسلسلات وأفلام ومسرحيات زي مثلا مسلسل الساقية ومسلسل عادات وتقاليد وفيلم شياطين الليل. وفي سنة 1970 عمل أكتر من عمل سينمائي، ومثل في أفلام كتير بس ما اتشهرش الشهرة اللي هي. وفي الدراما عمل أعمال كتير جدا وحقق نجاح كبير. من ضمن الحاجات دي دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية، واتشهر من وقتها باسم العمدة، وكان بيحب اللقب ده جدا. ده حتى الكلام الفارغ اللي بيقولوه ده يقول لك في ناس خرجوا في الهواء المرة دي. سبحان الله، لا اله الا الله. وعمل كمان مسلسل أرابيسك ونجح جدا في الدور ده. آخر حاجة عملها ونجحت جدا برضو وقتها مسلسل الكسرات سنة 2013. على فكرة توقف صلاح السعدني فترة عن التمثيل بسبب أخوه محمود السعدني، لما في مرة كتب كلام ما عجبش السادات، ووقتها أخوه محمود السعدني اتسجن. وقتها كان بتهمة الاشتراك في محاولة الانقلاب على الحكم، واعتزل الفن بسبب انه قرر يبعد عن الاضواء والسينما، انه اكتفى جدا باللي عمله، ان اهم حاجه عنده كانت السلام النفسي، والكلام ده على لسان ابن احمد السعدني. وكمان قال ان الشخص بيجيله فتره معينه وبيختار انه يتقاعد، وبرضه طبعا بسبب انه كبر في السن، وان بعض الامراض برضه بدات تجيله اللي هي امراض الشيخوخه. ومن بعد اعتزال صلاح السعدني، احمد السعدني ابنه بدا ان هو ينزل كام صوره ليه هو ووالده على حسابه الرسمي على انستجرام وفيسبوك. وتوفى صلاح السعدني في 19/4/2024 الموافق يوم الجمعة عن عمر يناهز 81 سنة. وقال محمود البزاوي إن الوفاة كانت طبيعية تماما، وإن محمود السعدني اتوفى في سريره، وما كانش في مستشفى ولا أي حاجة، وما كانش بيعاني من أي أمراض خطيرة، وإن سبب الوفاة كان إنه بيعاني من أمراض الشيخوخة زي ما قلنا من فترة. وطلع إشاعات أكتر من مرة إنه توفى وهو كان بيبقى عايش. ومتنسوش تدعوله بالرحمة وإن ربنا يصبر أهله. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص، ومتنساش اللايك والسبسكرايب والشير عشان القناة تكبر بيكم. وكان معكم حسن الخولي.